ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده اعلمك طريقه للفراخ مفيش اجمل من كده. تعمليها مع محشي تنفع، ولو عملتيها مع رز برضو تنفع، ولو قدمتي جنبها مكرونه برضو تنفع، من غير ما تتبلي الفراخ ولا تركنيها متبله وقت طويل. هعلمها لك بطريقه سهله وجميله، وفي نفس الوقت هتلاقي الفراخ بتدوب دوب كده معاكي. اول حاجه هجيب طاسه كده على النار واحط فيها معلقه كبيره كده من السمنه. ويفضل كده انها تكون سمنه بلدي. بصراحه السمنه البلدي بتخلي الاكل طعمه حلو قوي. اول ما تتقدح معايا هنزل ببصلايه كبيره متقطعه جوليان، كمان قرنين كده من الفلفل الالوان. لو مش موجود عندك وعندك فلفل اخضر ماشي، فلفل احمر ماشي، اللي موجود ومتاح عندك استخدميه. تقليبه كده، واول ما يتبلوا معايا انزل بالفرخه. طبعا الفرخه كنت اشتريتها وغسلتها غسله كويسه ونقعتها شويه كده في شوية مية وملح، بس ومش اكتر من كده. هحطها واركنها شوية لحد ما كل الدم اللي فيها ينزل وتنضف كده وتبقى معايا حلوة والزفارة تروح منها. بعد كده هنزل بقى بيها كده على البصل والفلفل. بعد ما انزل بالفرخة كلها انزل بقى بالبهارات. عندي هنا ملح فلفل وكمون وكركم وبابريكا وشوية كده من بهارات الفراخ، وعندي ورقتين من الورق اللوري. انزل بيهم كلهم واديهم تقليبة كده لحد ما كل الفراخ وكل البصل يمتزج كده بالبهارات الحلوة دي. وكده الفرخة بدأت تاخد عندي لون. خلاص البهارات بدأت يعتبر اقول اتبلت تماما بيها، وبدأت تنزل العصارة الحلوة بتاعتها دي. ما اقولكوش ريحتها قمة في الجمال. دلوقتي بقى خلاص خدت عندي لون من الجنب ده، وقلبتها على الجنب التاني هتاخد لون كمان وتبقى جاهزة معايا. وده شكل الفراخ بعد ما قلبتها وخدت لون كده حلو. بعد كده هطلع الفرخة واجهز عندي طماطميتين متوسطين الحجم كده اقطعهم زي السلطة. ولو انتي حابة ان الطماطم تبقى ناعمة وحلوة برضو ممكن تضربيها في الخلاط او في الكبة، او كمان لو حبيتي تبشريها برضو مفيش مانع، انتي ورغبتك. بعد كده هنزل بمغرفتين من شوربة الفراخ. ولو مش متاح عندك شوربة فراخ ممكن كوبايتين من المية المغلية، بس تساعد على تسبيكة الطماطم وانها تنزل العصارة بتاعتها واللون الحلو بتاعها وريحتها الحلوة، وفي نفس الوقت البصلاية اللي انا عملتها تكمل تسوية وتبقى دايبة معايا. طبعا كل الحاجات دي هديها تقليبة واغطيها لحد ما تتسبك معايا تسبيكة كويسة كده. هسيبها مدة على النار، واول ما احس ان هي متسبكة هبدأ ارجع بالفرخة تاني في قلب كل الحاجات الحلوة دي. بصراحة مش قادرة اقول لكم قد ايه هي جميلة وقد ايه طعمها بيبقى جميل جدا جدا جدا. وكمان لو قدمتيها مع اي حاجة بتنفع. بصراحة من اجمل الطرق اللي عملتي بيها الفراخ. تحس ان هي كده واخدة من الطماطم والبصل وكل البهارات الحلوة اللي انا عملتها بيها. وكمان بتبقى دايبة دوب ومستوية جامد جدا، لاني عرضتها للنار اكتر من مرة. ارصها بقى في الصينيه، وكان في شويه كده من العصاره بتاع الفرخه نزلتها عليها. طبعا مش هرميها لان هي مش وحشه ولا حاجه. هغطي بقى الفرخه مره كمان واسيبها تستوي براحتها. وده شكلها بعد ما استوت وحطيتها تحت الشوايه كمان خدت لون حلو كده. ويلا بالهنا والشفا. يلا نقدم بقى التقديمه بتاعتنا الحلوه. عندي صينيه كده رصيت فيها الورق العنب اللي انا عاملاه. انا كنت عامله محشي ورق عنب، وبصراحه ما كنتش حابه ان انا اعمل الفرخه مسلوقه زي يعني كل مره. فحبيت ان انا اغير، وخصوصا ان انا كان عندي شويه شوربه ان انا ازيد بيهم المحشي. فقلت بقى اغير من شكل الفراخ ومن طعمها كده عشان يعني اوريكم الطريقه الجميله دي. بصراحه الطريقه دي جميله جدا جدا وهتعجبك قوي للفراخ. وبصراحه طعمها مع الورق العنب خرافه، جميله قوي قوي. شايفين شكلها جميله قوي بعد ما استوت. وكمان والله ريحتها ما اقولكوش على ريحتها، ريحتها جميله قوي قوي قوي. ابدا ارصها رصه كويسه كده. وده شكلها النهائي. شفتوا بقى الطماطم والبصل ده
لما تاكلوه مع محشي الورق العنب هتلاقي جمال ما بعده جمال. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انتي من متابعيني حبايبي ربنا يخليكم ليا يا رب، عايزة احلى تعليق واحلى لايك. بصراحة هتعجبك قوي الطريقة دي، جربيها وقولي لي رأيك في التعليقات، ويا رب تعجبكم وصفاتي، وان شاء الله اقدم لكم معايا هنا في القناة احلى الاكلات واحلى الوصفات واحلى الحلويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.